تعالوا اوريكم عملت الشاورما باللحمه الموزه ازاي انا وحماتي. طلعت اللحمه من الفريزر وسبتها فكت نص فكه بس عشان اقدر اقطعها بسهوله. حته اللحمه اللي كانت فكت على الاخر معرفتش اقطعها لوحدي، حماتها ربنا يخليها لي ساعدتني وقطعت معايا. مسكناها قدام بعض وقطعناها حتت صغيره قوي علشان تستوي بسرعه، وبعدين عصرنا عليها ليمون وحطينا ملح وفلفل و7 بهارات او بهارات لحم. وكمان التركية اللي حماتي قالت لي عليها، بتحطي معلقة سكر وكوباية زبادي. ريحة اللحمة لوحدها بالتتبيلة دي، وكمان ضفنا عليها فص توم ونص الليمونة التاني وشوية خل صغير. جيبيني المساعد بتاعي. اسمعوا الصوت بتاعها اول ما تنزل. وبعدين كنا مسخنين الزيت كويس اوي عشان اللحمة تبقى سخنة ما تنزلش السوائل بتاعتها وتستوي كويس. سيبنا شوية شوية ونقلبهم في الزيت كده، الريحة بتاعتها كانت تحفة اوي. هنفضل سايبينها تتشوح حبة حلوين لحد ما تشرب المية بتاعتها. بعد ما تشرب المية هنضيف الخضار بتاعنا، بصل وفلفل وطماطم والبقدونس اخر حاجة خالص علشان يفضل لونه اخضر. بعد ما شربت المية بتاعتها هنضيف عليها شوية خل صغيرين، هنقلبها بقى تقليبة سريعة كده مع الخل. بعد كده هبدأ أضيف الخضار بتاعي. البصل بحطه أول حاجة عشان هو أكتر حاجة بتحتاج سوا. وبعد ما شوية بعد ما أحس إن البصل بدأ يدبل كده، هحط معاه بقى الفلفل والطماطم واسيبهم يتسبكوا مع بعض شوية حلوين. بعد ما الخضار كله هيدبل هقفل النار عليها خالص وهحط البقدونس اخر حاجة. بصراحة الاكلة دي ما كانش ناقصها غير الطحينة، وانا للاسف وقتها ما كانش عندي طحينة. انا مش عايزة اقول لكم الريحة بتاعتها كانت عاملة ازاي. ضفت البقدونس اهو، ده اخر خطوة في الشاورما عشان تفضل النكهة بتاعته باينة ولونه كمان ما يغيرش. التركية بقى الاخيرة الفحم، خليت طعمها كأنها معمولة بالفحم يا جماعة، كانت تحفة جدا. عملت 3 فحمات من السريع ده عشان يدوني دخان كتير والنكهة تبقى قوية. وبعد كده هضيف على الفحم ده معلقة سمنة او زبدة وهسيب الغطا لحد ما الشاورما تشرب من ريحة الفحم. الريحة بتاعتها كانت تحفة تحفة بجد. بعد كده هحطها في عيش كايزر بألف هنا وشفا. ما تنسوش لو عندكم طحينة تحطوها مع الساندوتش هتفرق معاكم كتير. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة.